مساء الخير. لسه خلصان من شوية ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام أو توتنهام ومانشستر سيتي. طبعا ماتش في منتهى الجمال. ماتش يعني الفرقتين لعبوا ماتش حلو. طبعا مانشستر سيتي كده كده أساسي، يعني فريق ملوش حل، ما بيتهزمش ما بيتغلبش. توتنهام لعب ماتش حلو لحد وقت معين، لحد ما دخل فيه الجون الأول. بعد كده الماتش هرب منه يعني. الأول طبعا محتاج دعمكم باللايكات وتفعيل الجرس والسبسكرايب، ضروري لأن اللايكات قليلة جدا والسبسكرايب قليل. عشان خاطر القناة تستمر لازم نعمل لايكات ولازم نفعل الجرس ونعمل سبسكرايب. هنتكلم على ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام. الفرقتين نزلوا. مانشستر سيتي طبعا اساسي، عايز يكسب الماتش عشان يستمر في المنافسة مع ارسنال ويبقى هو اللي فارق بنقطتين، عشان يكسب الماتش الاخير على ارضه ويبقى كده خلاص بالنسبة له الدوري خلاص. توتنهام كان عايز برضو يكسب عشان خاطر يبقى الماتش الاخير ما بينه وما بين استون فيلا، في يعني مش هيلعبوا بعض، بس يبقى ما بينه وما بين استون فيلا في النقط. يبقى يقدر استون فيلا لو تعادل الماتش اللي جاي او اتغلب كان توتنهام هو اللي هيصعد لو هو اللي كسب. بس طبعا الماتش خلص لمانشستر سيتي 2-0. مانشستر سيتي عمل ماتش ممتاز جدا كعادته، يعني فريق بصراحة مالوش حل. فريق على طول يعني حاطط الفرقة اللي قدامه تحت الضغط، بيضغط صح، بيستخلص الكرة صح. دفاعه بيعرف بيطلع بالكرة من تحت لخط النص للهجوم. لعيبته كلها لعيبة بتعرف تلعب تحت ضغط وبتعرف تنقل الكرة صح. ففريق متكامل بصراحة، يعني فريق يعني ممكن يتغلب عادي، وارد جدا ان هو يتغلب، بس يعني صعب يعني عشان يتغلب. دي ماتش مثلا ماتشين كل فين وفين لما يتغلب، ويبقى الفرقة اللي قدامه لازم تكون موفقة بدرجة يعني فوق 100%. توتنهام لعب ماتش حلو جدا لحد ما دخل فيه الشوط الاول، كان مقفل صح. مع اني يعني مدرب توتنهام دايما بينزل يلعب، بيحب يلعب لعب مفتوح، بس هو لعب صح قدام مانشستر سيتي ودافع. مش دافع يعني، لعب على الهجمة المرتدة. وقف كله، نزل كله تحت خط الكورة، وخط نص بالدفاع بالهجوم كله تحت خط الكورة، وقفل مساحات عليهم. وفعلا قدر يعني قدر يعمل ده كويس جدا لحد ما جابوا الجون الاول. اما جابوا الجون الاول ابتدى طبعا الماتش خلاص يتفتح، ومانشستر سيتي خلاص بقى يعني هي اي هجمه مرتده مانشستر سيتي يعني عنده فودن فظيع، ودوكو لما نزل مكان دي بروين. يعني تخيلوا دوكو ده، جيرمان دوكو ده لعيب احتياطي، يعني لعيب عندهم قاعد احتياطي. ده لو بيلعب في اي فرقه تانية هيبقى اساسي على طول، اساسي ملوش حل. يعني شفنا الفرق ما بين مانشستر سيتي النهارده والفرق ما بين ليفربول امبارح. ليفربول امبارح دفاع ما بيعرفش يطلع بالكوره، دفاع بيخش فيه جوان بسهوله جدا من اي حد ومن اي فرقه، ولعيبه ما بتضغطش، ما بتعرفش تطلع بالكوره، ما بتعرفش تنقل الكوره، وبيترقصوا باي طريقه. لكن في فرق بصراحه في مانشستر سيتي. يعني بامانه مانشستر سيتي فريق يستحق انه ياخد الدوري. احنا طبعا يعني بنقول نفسنا ارسنال هو اللي كان ياخده عشان يكسر المواسم المتتالية لمانشستر سيتي دي، بس هو فريق بصراحة متكامل، يعني مع جوارديولا فظيع، فريق متكامل ملوش حل. توتنهام جه عند الدقيقة 74 تقريبا أو 75، معرفش ايه اللي حصل، ايه اللي عمله سون. الدفاع غلط أكانجي في مانشستر سيتي، وانفرادة من بعد نص الملعب لسون، حطها وحش جدا 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 جدا. ايه يا سون ده؟ يعني دي مش حاطط، يعني دي مش كورة تحطها، يعني ما ينفعش حد يحط كورة زي كده. حطها أرضية على اليمين بالراحة، مش يحطها عالية مثلا للجون. لا، حطها وحش جدا. وطبعا كان ساعتها اكيد الانفرادة دي كل جماهير ارسنال يعني فرحانة وبتقول يا رب الكرة داخلة جون. بس طبعا اورتيجا اللي هو جون مانشستر سيتي اللي نزل مكان ادرسون، لان ادرسون اتصاب، صدها حلو. وفي نفس الوقت
سون حطها وحش جدا. فيعني كان في ايديه ان الكرة دي لو جت كان الماتش بالكامل هيتقلب. بعديها مفيش بقى، ابتدى مانشستر سيتي يلعب وينقل الكورة. جيرمان دوكو طبعا نزل هجمة مرتدة، فضل لعبها في منتهى الجمال، رقص، خد ضربة جزاء. هالاند طبعا جابها جون، الجونين جابهم هالاند يعني. ودي بروين برضو كان خارج متصاب شوية، وإيدرسون خرج متصاب. فكده يعني بنسبة نقول 99% الدوري لمانشستر سيتي. هيلعب وست هام على أرضه، متهيألي يعني مفيش أي مشكلة إن هو هيكسب وست هام. أرسنال هيكسب برضو يعني مفيش مشكلة، لعب إيفرتون. بس هيفضل فرق النقطتين لمانشستر سيتي، إلا بقى لو حصلت معجزة وست هام وقع مانشستر سيتي، سواء كان بتعادل أو بهزيمة. ساعتها بقى هتفرق يعني. ساعتها بقى هنشوف بقى، هل لو بتعادل وتعادلوا في النقط نبص بقى لفرق الأهداف، أو لو يعني اتغلب بقى مانشستر سيتي وكسب ارسنال. بس ده صعب قوي يعني. فهي بنسبه 99% الدوري مانشستر سيتي، ان هو مش هيفرط فيه. جوارديولا طالما ركب الدوري خلاص مش هينزل تاني. وفرق الاهداف هنا بقى برضو بيفرق. يعني فريق زي ليفربول لما كان بيلعب كان لو جاب جون ولا اتنين خلاص شكرا، ويبتدي ينقل الكوره وخلاص، ومش مهم ومش فارق معاه يجيب تالت ورابع وخامس. لا، سيتي وارسنال هنا فرقتين مختلفين، بيجيبوا تلاتة واربعة وخمسة وستة، عشان كده فرق الاهداف بتاعتهم عالي يعني. هتلاقي مثلا ارسنال بلس 20 عن ليفربول، مانشستر سيتي برضو الفرق 15 عن ليفربول. ما بين سيتي وارسنال هتلاقي مثلا الفرق 5 6 جوان. فطبعا يعني زي ما قلنا بنسبة كبيرة كده 99% هو هيبقى مانشستر سيتي بطل الدوري يعني. تاني حاجة، في متوشة متأجلة هتتلعب بكرة، مانشستر يونايتد مع نيوكاسل وتشيلسي مع برايتون. مانشستر يونايتد ونيوكاسل عشان خاطر المنافسة على المركز السادس. تشيلسي برضو من ضمن الفرق اللي لحق نفسه في آخر الدوري، فعايز برضو يلعب في الدوري الأوروبي على الأقل. هو ممكن ما يكونش عايز المؤتمر الأوروبي، بس هو عايز الدوري الأوروبي. فبرضو هينافس. فالماتشين برضو دول مهمين جدا يعني. وان شاء الله باذن الله يبقى فيه برضو فيديو بكره بعد المطوشه دي ان شاء الله باذن الله. بتمنى منكم بقى تدوسوا لايكات، وبتمنى منكم تفعلوا الجرس، وتبقى في سبسكرايب كتير عشان نقدر نستمر بس في القناه، ونقدر ننزل فيديوهات تاني. شكرا لكم.